قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة يا ريت ما ننساش نصلي على النبي وندعي لإخواتنا في فلسطين إن ربنا ينصرهم ويثبتهم. ويا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. ويلا بينا نبتدي العظمة بتاعت النهاردة. قصتنا بتبدأ مع بطلنا آدم كلاي وهو عميل سابق في منظمة سرية، ودلوقتي عنده خلية نحل بيربيها في بيت السيدة باركر، واللي بتكون مدرسة على المعاش وحاليا مديرة جمعية خيرية، وبسبب موتها حياته بتتغير. وبيتكلم آدم مع السيدة باركر بيشكرها إنها بتساعده في رعاية النحل، وقبل ما يمشي بتعزمه على العشاء، وبعد كده بيروح آدم للمنحل بتاعه. وفي نفس الوقت السيدة باركر بتكتشف إنها عندها مشكلة في الكمبيوتر بتاعها، فبتتصل بشركة التصليح وبيرد عليها شخص اسمه بوي وبيعرفها إنها عندها مشكلة في الجهاز مش هتخليها تعرف تفتح اي حاجه، وبيعرض عليها انها تروح لاي حد مختص او تنفذ الخطوات اللي هيقول لها عليها. فبتعرفه انها هتكمل معاه الخطوات، بس هي مش بتفهم اي حاجه في اجهزه الكمبيوتر لانها كبيره في السن، وبيقول لها ان في حاجات كتير هتفضل تفتح وتقفل قصادها فده عادي. وبيكتم الصوت وبيكلم فريق كبير معاها، وبيقول لهم ان السيده باركر عندها معاش لانها كانت مدرسه سابقه وكمان رئيسه جمعيه خيريه والحساب فيها اكتر من 2 مليون دولار. وهنا بيطلب منها انها تفتح الحساب بتاع الجمعيه عشان يحول لها فلوس عليه، وفعلا بتفتحه. فبيقول لها انه غلط وحول رقم كبير، فبيصعب عليها وبتقول له ان ده حساب الجمعيه مش هتقدر تسحب منه، وبتفتح حسابها الشخصي علشان ترجع له الفلوس. وبتبقى مش عارفه انه مهكر الجهاز وسحب كل فلوسها، وبتتصدم لما بتلاقي ان الفلوس كلها اتسحبت من الحسابين. فبتتصدم باركر وبيبقى هيجي لها سكته قلبيه. وبالليل بيحضر ادم برطمان العسل وبيروح للسيده باركر علشان العشاء، لكنه اول لما بيدخل بيتصدم بمسدس متوجه ناحيته، وفي مسدس على الارض، وبيلاقي شرطيه وراه وبيبقى عارفها وبتكون فيرونا بنت باركر، وبيلاقي قصادهم باركر مقتوله برصاصه. ولما الشرطه بتيجي وبتحقق بتعرف ان السيده باركر انتحرت. وبعد كده بتدخل فيرونا على حسابات امها وبتكتشف انها كلها فاضيه، وبتعرف انها اتهكرت. وبعدها بتروح لادم وبتشكره انه كان دايما جنب مامتها وانه كان بيفكرها باخوها اللي مات، وبتعرفه ان مامتها اتسرقت وقررت بعدها انها تنتحر عشان ما كانش قدامها اي حل تاني. وبتطلب منه انه يساعدها يلاقي مين اللي عمل كده لان هي بتحاول ولسه ما وصلتش لحاجه. فبيعرفها انه مشغول بخلية النحل وما يقدرش يسيبها ويمشي. لكن بعد كده بيتصل بموظفة في منظمة سرية، وبنفهم من كلامهم ان ادم كان عميل سري ودلوقتي متقاعد، وبيطلب منها تجيب له معلومات عن اللصوص اللي سرقوا السيدة باركر. وبيعرفها انها عملية مهمة جدا لان المباحث الفيدرالية ما وصلتش لحاجة لحد دلوقتي. وبعد شوية بتتصل بيهم معاها اسماء وعناوين اللصوص دول، وبتعرفوا انهم مش سهلين خالص وخدوا مجهود كبير لغاية ما قدرت توصل لهم. وهنا بنشوف ادم وهو معاه جركنين بنزين وواقف قدام مقر شركة اللصوص، وبيهدد بتوع الامن انه هيولع في المكان، فبيطلعوا مسدساتهم وبيصوبوها عليه. لكنه في ثواني بيرقدهم على الارض وبيدخل المكان ومعاه البنزين، وبيدخل على السكرتيرة وبيعرفها انه هيولع في المكان دلوقتي. وبعد كده بيدخل جوه المقر وبيلاقي اشخاص كتير جدا قاعدة على اجهزة الكمبيوتر، وبيعرفهم برضه انه هيولع في المكان وبيرعب، وبيخليهم يقولوا انهم مش هيسرقوا من الضعيف تاني، وبيبدأ يدلوا عليهم البنزين، وبتحصل حالة فوضى كبيرة في المكان. وهنا بيظهر بوي اللي خدع السيدة باركر وبيبقى مرعوب وبيسأل آدم انت مين، فبيقول له انه مربي نحل ودايما بيستخدم البنزين علشان يطرد الدبابير من العشش بتاعتها. فبيقول له بوي اطلع بره، انت واقف في مكان متكلف 30 مليون دولار، وبيأمر رجالته انهم يخرجوا بره. واول لما بيقربوا من آدم بيبقى هو طحنهم وبيفجر المكان. وبعد كده بيتصل بوي برئيس العصابة ديريك بتاعته وبيقول له ان في واحد جه ولع في المقر بتاعهم علشان بيسرقوا من الغلابة. وبيبقى رئيس العصابة شاب صغير لكنه ابن وزير كبير في البلد، وعنده شخص مسؤول عن حمايته اسمه والاس، وبيطلب منه انه يجيب له اسم الشخص اللي ولع في مقر البرمجة بتاعه. وبنعرف ان والاس كان مدير سابق للمخابرات الامريكية لكنه بيرفض انه يدخل في مشكلة زي دي. فبيتصل ديريك ببوي وبيقول له يجيب له معلومات عن اخر حسابات سرقوها، وبيلاقوا انه كان حساب السيدة باركر. فبيروح بوي ومعاه واحد من رجالته البيت باركر، وبيشوف ادم خارج من ارضها، وبيعرف ان الحوار تبع السيدة باركر وادم كان بينتقم ليها. فبيسوق عربيته وبيدمر خلايا النحل بتاعت ادم، وبيروح وراه لغايه المنحل بتاعه وبيدخل لكنه مش بيلاقي ادم، فبيفضل يستفز فيه علشان يظهر. ولسوء حظه ادم بيظهر وبيطحن فيهم واحد ورا التاني، وبيوصل لبوي وبيكسر ايديه، وبعدها بيسيبه وبيمشي. وبعد كده بتيجي فيرونا هي وزميلها الشرطي، وبيلاقوا ان بيت مامتها اتحرق وكمان الارض، وبيلاقوا الجثث اللي ادم خلص عليها، وبيلاقوا بطاقه واحد منهم فيها كارنيه باسم شركه التصليحات اللي لسه محروقه ما بقالهاش يومين. فبيخمنوا ان ادم هو اللي عمل
كل ده وحرق المقر وقتل الرجالة دي علشان ينتقم لباركر. ومن الناحية التانية بيبقى بوي بيتصل بديريك وبيعيط له، وفجأة بيظهر آدم وبيربطه في العربية وبيرميه في النهر، وبياخد الموبايل بتاع بوي وبيكلم ديريك وبيعرفه ان هو اللي عمل كده، ولو كرر افعاله دي تاني هيولع فيه هو شخصيا. وبعد كده بيروح ديريك لوالس وبيحكي له على اللي حصل، وبيطلب تاني انه يساعده يخلص من راجل النحل ده، لكنه بيرفض وبيقول له انه خايف وان هو كمان المفروض يخاف. ومن الناحية التانية في اسم الشرطة بتحاول فيرونا والشرطي اللي معاها انهم يوصلوا لاي معلومات عن آدم، لكنهم مش بيلاقوا غير عنوانه واسمه، حتى بصماته مش بيوصلوا ليها. وهنا بيتصل بيهم شرطي وبيبلغهم انهم لقوا جثة بوي. وفي نفس الوقت مامة ديريك بتتصل بوالس وبتطلب منه يساعد ابنها لانه خايف جدا، وبنعرف من كلامهم انهم كانوا على علاقة ببعض وبيوافق علشان خاطرها. وبعد كده بيتصل بواحدة في المخابرات الامريكية وبيطلب منها تجيب معلومات عن آدم، وبعد شوية بتتصل بيه وبتقول له انه كان عميل سابق في منظمة سرية، وبتعرفه ان في واحدة رايحة تقتله دلوقتي. ومن الناحية التانية بنشوف آدم وهو في البنزينة بيفول عربيته، وفجأة بتدخل واحدة شكلها غريب جدا بعربيتها تدوس اي حاجة قصادها، وبتنزل من العربية ومعاها رشاش وبتضرب بيه كل اللي يجي قصادها. وكمان لما بتوصل الشرطة بتنزل عليهم المطر زي الرصاص وبتخلص عليهم في ثواني. وبعدها بيظهر آدم وبيقدر يسيطر عليها بكل سهولة وبيطحنها، لكنها مش بيهمها وبتفضل تضرب رصاص في كل حتة وبتبقى مش خايفة خالص. فبيرمي عليها برطمان العسل وبيولع فيها، وكمان بياخد صباع من ايديها للذكرى، وبتنفجر البنزينة كلها بجثة المقاتلة. وفي الناحية التانية بيبقى ولس وديريك في العربية قاعدين مستنيين خبر موت آدم، لكن بتتصل بيه البنت اللي في المخابرات وبتعرفه ان المقاتلة المحترفة بتاعتهم اتقتلت، وبتبلغه انها مش معاه في الموضوع ده. وتاني يوم الصبح فيرونا بتوصل مع الشرطة للبنزينة، ولما بيعاينوا المكان بيلاقوا كتاب عن تربية النحل، فبتفهم ان برضه قتل المقاتلة دي تبع آدم. وفي نفس الوقت من الناحية التانية بيبقى ولس مجمع عدد كبير من الرجالة بتشتغل في منظمة سرية، وبيوريهم فيديو لآدم في البنزينة وبيطلب منهم يخلصوا عليه، وبيعرفهم انه راجل قوي جدا. وهنا بنشوف آدم ومعاه صباع المقاتلة وبيبقى عارف انها كانت بتشتغل في منظمة سرية، فبيروح للمنظمة وبيستخدم صباعها في فتح الباب السري، وبيدخل ياخد شوية معلومات وأسلحة حديثة وعربية من هناك وبيهرب. ومن الناحية التانية بتبقى فيرونا وزميلها الشرطي قاعدين مع رئيسهم وبيبلغوه بكل المعلومات اللي جمعوها عن آدم، وبيعرفوه ان خطوته الجاية غالبا هتكون مركز الاتصالات في بوسطن. فبيحضروا عدد كبير جدا من الشرطيين بأسلحة متنوعة وبيبعتوهم على مركز الاتصالات في بوسطن علشان يخلوه ويحموا الناس والمكان. وبيدخل شرطي يبلغ مدير المكان انهم لازم يخرجوا بره لان المكان مهدد، لكن الراجل بيرفض وبيقول للشرطي ان عنده شغل كتير جدا. وبره المكان بيبقى وصل آدم وبيبلغ رجال الشرطة انه مش عاوز يأذي حد، لكن الناس اللي جوه دي بتأذي الناس وبيطلب منهم يمشوا، لكن افراد الشرطة بيرفضوا انهم يتحركوا لانهم عندهم اوامر وبيهجموا على آدم. فبينزل فيهم طحن واحد ورا التاني. وفي نفس الوقت بيبقى مدير المكان بيتصل بديريك وبيقول له انه واقف قصاده واحد من الشرطة بيطلب منهم انهم يخلوا المكان. فبيكلم ديريك الشرطي وبيقول له ان مركز الاتصالات ده بتاعه وبعيد عن اي مشاكل، وبيطلب منه يمشي هو وفريقه. وهنا بيدخل آدم وبتقوم عركة كبيرة جدا، وبيستخدم آدم كل مهاراته القتالية عشان يقضي على كل اللي موجودين، وبيوصل لمدير المكان يطحنه. وبعدها بيوريه صورة السيدة باركر وبيقول له ان السيدة دي كرست حياتها لتعليم الاطفال وخدمة الناس والمحتاجين، وشوية لصوص زيكم دمروا حياتهم ووصلوها للانتحار بعد ما سرقوها. فبيترعب المدير وبيعترف ان اللي مشغله هو ديريك وان هو ملهوش دعوة بأي حاجة. وبيعرف آدم ان ديريك يبقى ابن رئيسة البلد. وهنا بتوصل فيرونا وبتطلب من آدم انه يسلم نفسه، فبيعرفها ان الناس اللي سبب في انتحار مامتها، فبتقول له انها عارفة لكن البلد فيها قانون، فبيغفلها آدم وبيهرب. ومن الناحية التانية بيعرف ولس ان رجالته كلهم راحوا هم كمان، فبيقول لديريك ان كده مفيش غير مامته جيسيكا رئيسة البلد تحل المشكلة دي، وبيتصلوا بيها يعرفوها انهم هيجوا يقعدوا عندها. ومن الناحية التانية في اسم الشرطة بيقول الشرطي زميل فيرونا ان الافضل يسيبوا آدم ينتقم من الناس دي لانهم لصوص وكانوا السبب في موت مامتها. فبتقول له انها عارفة بس هي قسمت قصاد المحكمة انها هتنفذ القانون. وبعد كده بتدخل في اجتماع اونلاين مع رئيسها وبتعرفه ان آدم بيستهدف الشركات اللي بتستحوذ على فلوس الناس، ومن ضمنها شركة ديريك ابن رئيسة البلد. وبتقول ان الشركة دي ارباحها في السنة فوق ال10 مليار دولار، وان اللي اسست الشركة رئيسة الدولة جيسيكا، وبعدها استقالت وقت الانتخابات وصرفت فلوس كتير جدا على حملتها الانتخابية، وكل ده طبعا من فلوس الناس. وبتعرفوا فيرونا ان محدش غيرهم هم التلاتة يعرف المعلومات دي، وبيخمنوا ان الهدف اللي جاي لآدم هي جيسيكا رئيسة الدولة. وبتروح فيرونا وعدد كبير من رجال الشرطة يأمنوا الطريق حوالين قصر الرئاسة، وبيبقى ولس جوه القصر
ومعاه رجاله كتير جدا. وهنا بنشوف ادم خارج من بلاعه تحت الارض، وبيقدر انه يستخبى تحت عربيه من عربيات الحراسه اللي داخله قصر الرئاسه. وبيبقى رئيس فيرونا بيتكلم مع جيسيكا وابنها، وبيقول لهم ان في مشكله في الشركات اللي عيله ديريك مستثمرين فلوسهم فيها. وهنا بتشوف فيرونا ادم جوه القصر، فبتبلغ فريقها وكمان بيبلغ ولس رجالته، وبيدخلوا كلهم يدوروا على ادم جوه القصر لكنهم مش بيلاقوه. فبيلحقوه بره القصر، وبكل هدوء بيستسلم وبينزل على ركب. وفجأة بتنفجر عربية وبتحصل فوضى كبيرة، وبيقوم ادم يخلص على كل اللي موجودين. وفي نفس الوقت من الناحية التانية بتلوم جيسيكا ابنها جدا، وبتقول له انه بيهدد مكانتها في الرئاسة وهو السبب في كل اللي بيحصل. فبيقول لها انه عمل كل ده علشان يدخلها الرئاسة، ولولا ما كانتش فازت في الانتخابات. وفي نفس الوقت من الناحية التانية بنشوف ادم في معركة جامدة جدا مع رجالة جيسيكا وواليس وكمان الشرطة، وبيستجمع كل قوته في الدفاع عن حق باركر والانتقام ليها والكل مسكين نصبوا عليه. وبينزل في كل اللي يقف قصاده طحن، وبيفضل يضرب بكل قوة وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. وبيقف قصاده واحد ضخم جدا اضخم من ادم بكتير، وبيدخلوا في عركة قوية بيقدر يسيب فيها الراجل الضخم ادم كذا ضربة عنيفة، لكن في الاخر ادم هو اللي بيفوز وبيقدر انه يخلص عليه. وبيروح بعدها عشان يدخل اوضة جيسيكا، لكن والاس بيقف قصاده وبيحاول بهدوء انه يتكلم معاه ويقول له انه يمشي وهو هيوفر له حياة هادية وامنة. فبيقول له ادم انه كان متقاعد وعايش حياة هادية لغاية لما هم اللي اذوا اقرب الناس ليه، وبيسيبه في ايديه وبيدخل اوضة جيسيكا. وهنا بيهددهم ديريك انه هيقتل امه. وفي نفس الوقت بتدخل فيرونا وبتصوب السلاح على ادم، وبيبص ادم لناحية الشباك، وهوبا فجأة بيضرب ديريك رصاصة وبينط من الشباك، وبتلحقه فيرونا وبتصوب عليه السلاح، لكنها بتقرر تسيبه على آخر لحظة. وبكده يبقى انتقم لمامتها وحقق العدالة. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير إن شاء الله. سلام.